مساء الفل. الفيديو ده هنتكلم فيه عن مجموعة كده من الممثلين، يمكن من نفس الجيل أو من أجيال أصغر أو أجيال مختلفة، ولكن كلهم وصلوا لمرحلة نضج فني رهيب جدا، وزي ما تقول كده استووا على نار هادية. الممثلين دول يا جماعة بدون ترتيب كده خلينا نتكلم عن أبرز اتنين شفتهم في الفترة الأخيرة، وهما محمد شاهين وأحمد السعداني. خلينا نبتدي بمحمد شاهين. محمد شاهين أنا كنت بشوف في الأول ممثل يعني لطيف جميل بيعمل المطلوب منه في الدور، وممثل أداؤه وحضوره كويس على فكرة. ولكن يا جماعة مؤخرا أنا اكتشفت إن محمد شاهين بقى ممثل تاني خالص عن الممثل اللي بدأ قبل كده. هتلاقوا أداء محمد شاهين طبعا في الأعمال الأخيرة اللي عملها، سواء لام شمسية أو السادة الأفاضل أو الهرشة السابعة، يعني معظمها كانت حاجات عملها مع المخرج كريم الشناوي. ولكن بنشوف محمد شاهين تاني خالص يا جماعة. محمد شاهين أداؤه رهيب بجد، بيمثل بمنتهى التلقائية اللي في الدنيا، وأداؤه في نضج فني كده ما شفناهوش قبل كده. على الجانب الآخر أحمد السعدني. أحمد السعدني بيمثل من سنة 2000 مثلا، من أول ما ظهر في مسلسل رجل في زمن العولمة مع الفنان الكبير صلاح السعداني الله يرحمه، وكان بيمثل كتير وبيعمل أدوار كتير. وعلى فكرة أنا من أول يوم مثل في أحمد السعداني وأنا عارف كويس أوي إن هو عنده موهبة كبيرة، بس ما كانش بيلاقي مساحة الأدوار أو نوعية الأدوار اللي بتبرز موهبته بشكل كبير جدا. يمكن حصل ده معايا مثلا بالنسبة لي في فيلم مثلا زي فيلم الوتر، اللي هو كان بطولة مصطفى شعبان وغادة عادل، لما عمل شخصية حسن راغب اللي هو ولد وبيحب بنتين في نفس الوقت، بس كل واحدة فيهم ما تعرفش وبيخونهم والكلام ده كله. لا، كان عامل الشخصية حلو جدا. كنت بقول ساعتها لو أحمد السعداني يلاقي نوعية أدوار كتير من النوعية دي، هيروح في حتة تانية خالص. مؤخرا احمد السعداني برضو انا شايف النقلة دي حصلت مع كريم الشناوي، سواء برضو في لام شمسية او في قبلها كمان مع استاذ يسري نصر الله في مسلسل اللي هو كان اسمه منورة بأهلها. تمام. وكمان بعدها برضو السادة الأفاضل، طالع ضيف شرف ولكن عامل دور رهيب فيه. وأخيرا لا ترد ولا تستبدل اللي بيتعرض اليومين دول. يا جماعة لا لا، أحمد السعداني بجد في حتة تانية خالص في أداء التمثيلي. ويمكن أنا قلت أول اتنين سواء محمد شاهين أو أحمد السعداني لأن بجد هما الاتنين فعلا. أنا شايف النقلة اللي حصلت مع المخرج كريم الشناوي دي كانت نقلة رهيبة بالنسبة لهم. فهما الاتنين في حتة تانية خالص. عايز اتكلم عن سلمى ابو ضيف وعن هدى المفتي. برضه اول لما ظهروا كده كان ادائهم التمثيلي يعني كويس وبيعملوا المطلوب منهم في الدور. ولكن برضه سلمى ابو ضيف مؤخرا في الادوار اللي ابتدت تعملها سواء هي او هدى المفتي، لا، اختلفوا بشكل كبير جدا. ادائهم بقى فيه نضج فني كبير جدا. المسلسل اللي انا اتفرجت عليه اللي عملته سلمى ابو ضيف اللي هو اعلى نسبة مشاهدة، كان مسلسل يعتبر ليه حق ان هو يبقى من انجح المسلسلات في رمضان اللي فات. آم، لا يعني في برضه تطور ونضج كبير جدا في ادائهم. لو طلعت شوية على الجيل الأكبر، ودي كانت تهمة لازقة في الممثلتين اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي، هتلاقي مثلا ريهام عبد الغفور وحنان مطاوع كانوا برضو في أول الأدوار اللي بتتعرض عليهم. فكرة إن هما ممثلات بيعملوا الأدوار البنت الطيبة الجميلة الرقيقة اللطيفة اللي هي ما بتعملش أي حاجة كده. ولكن برضو مؤخرا ريهام عبد الغفور أو حنان مطاوع، لا، اكتشفت ان هم غيلان تمثيل زي ما بيقولوا بقى غول تمثيل. هم دول فعلا غيلان تمثيل حرفيا يعني. ريهام عبد الغفور ابتدت كده تغير من جلدها مثلا من وقت لا تطفئ الشمس في 2017. وحنان مطوع كل الادوار اللي عملتها في الفترة الأخيرة برضو كانت حاجة ملهاش حل. عايز بقى اتكلم عن ممثلين هم من بداياتهم اصلا هم جامدين جدا، وانا شايف ان هم مختلفين من اول ما بدأوا. ولكن برضو مؤخرا راحوا في حتة تانية خالص بقى، يعني اللي هو بتستمتع حرفيا وانت بتتفرج على مشاهد ليهم، زي احمد مالك ومحمد فراج. يعني احمد مالك اتفرجوا عليه يا جماعه في ولاد الشمس مثلا، اتفرجوا عليه في كل الحاجات اللي عملها مؤخرا. لا، احمد مالك واصل لدرجه من النضج فنيا رهيب. كذلك محمد فراج طبعا. كل الناس بتتكلم عن ان محمد فراج دي 2025 دي السنه بتاعته يعني. طبعا الاداء الرهيب اللي عمله في مسلسل ورد وشوكولاته، قد ايه حسسك ان انت
عايز يعني ترجمه على الجريمة اللي هو عملها دي، وفي نفس الوقت في لحظات إنسانية بتقدر تتعاطف مع الشخصية من خلالها. طبعا أداؤه رهيب، ومش في ورد وشوكولاتة بس، طبعا كان قبلها لعبة نيوتن وتحت السيطرة والحاجات الكتيرة اللي عملها مع المخرج تامر محسن. والصراحة لما فراج بيشتغل مع أستاذ تامر محسن بيعمل أداء يعني ملوش حل. بس كده، فاكتبوا لي برضو في الكومنتس لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا كل الحاجات الجميلة دي. واكتبوا لي في الكومنتس مين تاني من الممثلين اللي انتوا شايفين ان هم مؤخرا ادائهم التمثيلي بقى في حتة تانية.